السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامج الصفارة. النهاردة هنتكلم عن رحيل جروس وتدريب بيسيريو لنادي الزمالك. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، جروس لا يصلح لتدريب نادي الزمالك. فالنهاردة هنتكلم عليه. أول حاجة هنتكلم عليها رحيل جروس. طبعا الناس هتسأل انت مع او ضد رحيل جروس في التوقيت دوت قبل ماتش بتروجيت بكام يوم، قبل ماتش القمة بأسبوع. وفي ناس طبعا بعد ماتش القمة هتنتقد، والناس إن تعادل النادي الأهلي مع نادي الزمالك هتقوله مدرب كبير، وإن خسر نادي الزمالك من النادي الأهلي هتقول لا ده مدرب ما كانش ينفع جروس يمشي في الوقت دوت، هو اللي عارف الفرقة. هو المهم إن هي خطوة كبيرة أوي من كابتن ميدو إن هو يضحي بجروس في وقت زي ده. بس لأن كده كده مفيش جديد، جروس ما بيعملش أي حاجة جديدة في التدريبات، ما بيعملش التحامات، ما بيعملش أي حاجة. زي ما قلت هما كان بيلعب تدريب بدني، حتى البدني بتاعه ما كانش أحسن حاجة في كل الأوقات يعني. فده اللي أنا كنت شايفه مع رحيل جروس. حتى إن كان التدريب الأول لميكائيلي مدرب منتخب مصر للشباب، بس ما عندوش الجرأة إن هو يجي قبل ماتش نادي الأهلي. كان عايز يضرب بعد ماتش نادي الأهلي. بيسيريو كان الحل الأمثل. كان منتخب من نيجيريا وصل معاه نهائي. هنتكلم عن كل حاجة، لسه مش هنقيم المدرب دلوقتي على ما هو سبق، لأن طبعا كل فترة وليها عنوان. فأنا شايف إن هو مدرب السي في بتاعه درب نادي الأهلي قبل كده 2015 2016. فشايف إن هو هتبقى خطوة، لأن هو عارف الدوري المصري. وأغلب اللاعبين اللي كان بيلعب عليهم أساسي ناصر ماهر وعبد الله السعيد وصالح جمعة المدرب الوحيد اللي كان عايز يلعب بيهم هما التلاتة في نص الملعب. فأنا شايف إن ناصر ماهر وعبد الله السعيد هتبقى خطوة جيدة بعد ماتش القمة، بعد طرد ناصر ماهر اللي هو ملعبش 3 مباريات، مع إن اللائحة بتقول مباراتين بس. يعني هنشوف الجاي إن شاء الله يكون أحسن يعني بالنسبة للفرقتين. بالنسبة للفرقة والمدرب بيسيريو عشان نعرف إن هو مدرب كبير. فمن وجهة نظري كمشجع لنادي الزمالك، ما يحطش ضغط على اللعيبة أوي في ماتش بتروجيت، لأن أنت عندك لعيبة واخدة إنذارات. ممكن تاخد الإنذار التالت وما تلعبش ماتش الأهلي، فهتخسرهم خسارة كبيرة. عندك منهم 4 لعيبة مهمين جدا: زيزو، دونجا، حسام عبد المجيد، وبنتايج. 4 لعيبة تقال في الملعب، ممكن يدوك دافع جامد أوي أكتر من اللازم. فأنا شايف إن أنت ما تحطش في ماتش اعتبارا إن ماتش بتروجيت. الناس هتقول ما هو ده ماتش ب3 نقط وده ماتش ب3 نقط، بس طبعا عندنا احنا كزملكاوية أو كأهلاوية ده مش ماتش قمة، مش ماتش 3 نقط ولا حاجة. ماتش فوز، ماتش عزيمة، ماتش إصرار، ماتش بينقلك لحتة تانية. بتشوف التدريبات، بتشوف اللعيبة، بتشوف كل حاجة في ماتش زي ده. ماتش تقيل، عندك أقوى جمهورين في تاريخ الوطن العربي كله. فبتشوف إن ده مش ماتش اللي هيقارن ماتش الزمالك وماتش بتروجيت زيه زي ماتش الأهلي. يبقى استحالة يكون بيشجع كورة أو بيكون من الناس الجمهور الواعي اللي عارف إن ماتش الأهلي وماتش الزمالك عمره ما كان ماتش 3 نقط أو ماتش حاجة، ماتش بطولة حتى لو مفيش بطولة. فهو ماتش بطولة بالنسبة لي يعني. وزي ما قلنا التغييرات إن أنت كده كده الزمالك مش نادي اللعيب الواحد. فعندك الحلول اللي هي هنقولها بعدين في التشكيل اللي ممكن أو الأمثل إن هو يلعب بيه في ماتش بتروجيت، عشان خاطر ما ال4 لعيبة دول ما يحرزوش الإنذار التالت طبعا مع الحكام، اللي ما شاء الله ممكن تديك 8 إنذارات تاني أو تتوالى الإنذارات أو الفضائح التحكيمية اللي ممكن نشوفها في ماتش بتروجيتي زي ما شفناها الماتش اللي قبليه وزي اللي شفناها في الماتش قبليه. فأنا شايف إن كابتن ميدو قبل ما يقعد مع بيسيريو أو قبل ما يدرب بيسيريو يبقى عارفين النقطة 1 2 3، إن هما يتكلموا مع الزميل بتاع نادي الزمالك إن اللعيب ده واخد إنذار ممكن ما يلعبش معاك ماتش الأهلي، ويتفرج على فيديوهاته إن اللاعب ده أساسي في تشكيل نادي الزمالك، بس ممكن يلعب عليه 1 2 3. ده اللي أنا شايفه يعني. هنتكلم على لعيب. أولهم زيزو، لعيب
لعيب تقيل ما ينفعش يلعب ماتش زي بتروجيت، لان هو ممكن اي التحام او اي حاجه الحكم يدي انذار تالت وما يلعبش ماتش الاهلي، وما تقدرش تقول للحكم انت بتديته ليه او عملت ليه او تدي اعتراض فانا شايف ان التشكيل اللعيب الامثل ليه محمد عاطف، خامه عاليه جدا جدا. او اللعيب هيديك كل حاجه لان انت لسه مدرب جديد، فانت عايز تشوفه هيديك كل حاجه في الملعب، هيديك الثقة. أنا عندي ثقة فيه زيادة جامدة أوي، لأن أنا شفته لعيب بيلعب برجله الشمال، لعيب كبير، لعيب عنده نظرة للملعب ونقل للتغيير، واللعيب اللي أنا شايفه مصطفى فتحي التاني، بس لسه ما خدش الخبرة الكافية والمباريات الكافية مع نادي الزمالك، والجمهور يشجعه ويديله الحافز، عشان خاطر يبقى لعيب عنده ثقة في نفسه أزيد من اللازم، لأن هو عنده كده كده الثقة، لأن هو لعيب تقيل أوي من الماتشات اللي احنا شفناها. فأنا شايف إن هو لعيب ممكن يضغط على بتروجيت جامد أوي في المهارات اللي عنده في الرجل الشمال، اللي هو يعمل عرضية للجزيري. فأنا شايف إن محمد عاطف الأمثل لمكان زيزو في ماتش بتروجيت، لأن زي ما قلت لو زيزو خد الإنذار التالت، لو أنا مدرب كبير فأنا لازم ألعب على الاحتمالية بتاعت ماتش الزمالك وماتش الأهلي، فده اللي أنا شايفه. انا شايف ان انت ما ينفعش تلعب بزيزو في ماتش بتروجيت عشان خاطر تقدر تدافع بيه، تدفع بيه في ماتش الاهلي، فده اللي انا شايفه يعني. دونجا طبعا انا قلت من اللعيبه المهمين، هتقولي ليه؟ انا طبعا الفيديوهات اللي فاتت كلها بنتقد دونجا كبير قوي، ان هو قلت لازم يقعد على الدكه عشان يفوق، ولازم حد يتكلم معاه لان هو لعيب بقى سوشيال ميديا قوي. بس زي ما قلت السوشيال ميديا، انا بقول لكم الماتش ده دونجا هيبقى فيت جامد قوي، لان هو هيلعب على الشو. انا بقول لك ماتش الزمالك والاهلي دونجا بيبقى فايق فيه، لان هو عارف انه ومدرك ان هو اي لقطه هتحصل او اي حركه هتحصل هيبقى فيه لمعه وفيه نظره، في اي لقطه ممكن تتقطع، ممكن يعمل حاجه، ممكن يعمل اسيست، يعمل. فانا شايف ان هو هيبقى في ماتش الاهلي زي ما قلت، هيلعب في كل كورة زي الحوت، دايس في أي لعيب، مش هيبقى اللعيب اللي هيعرف يتمرقص قوي، لأن هو حتى لو اتمرقص تقدر تاخد منه فاول أو حاجة من بره ال18 أو قبل ال18 في خط نص الملعب، وهيبقى مجازف جدا إن هو يعمل غلط أو يبقى مركز أوي إن هو ما يعملش غلط في ماتش زي دوت، عشان خاطر السبوت ما يبقاش عليه أو الشو كله ما يبقاش عليه. فأنا بقول دونجا من اللعيبه المهمين اللي ما ينفعش ياخد انذار، مع ان اصلا انا مش عايزه يلعب، بس انا بقول لك من اللعيبه المهمين اللي ما ينفعش تلعب ماتش بتروجيت، عشان خاطر ما ياخدش الانذار التالت وما يحصلش التحامات معاه في ماتش بتروجيت وياخد انذار وما يلعبش ماتش الاهلي. انا زي ما بقول لك هيبقى ماتش الاهلي هو بيلعب فت جامد قوي على الكوره، وهيعمل واحد واثنين وثلاثه. فانا شايف ان في ماتش بتروجيت ما يلعبش ويلعب محمد شحاتة مكانه. هقول الخطة في آخر الفيديو، خلينا معانا بس حسام عبد المجيد، اللي يلعب مكانه أحمد حسام ما فيش مشكلة، وجنبيه صلاح مصدق، بس هنقول التشكيل بعدين. دلوقتي حسام عبد المجيد لعيب طويل عنده تقل في الملعب جامد، لعب قصاد الأهلي مرة واتنين وتلاتة في ماتش الأهلي، فأنا بقول إن هو ما ينفعش يلعب في ماتش زي ده، ممكن برضه يبقى فيه التحامات أو لا قدر الله يعمل خطأ من الأخطاء، بلنتي هندس بتاع، ممكن يبقى فيه أخطاء كتير على حسام عبد المجيد، لأن هو الرجل الأول والمساك الأول في نادي الزمالك في كل كورة في كل التحام، فممكن احتمالية 90% 95% إن هو ياخد إنذار. فأنا شايف إن الأريح إن أنت تريحه ماتش بتروجيت وتخليه ماتش الأهلي بنتائج ورقة تقيلة جدا. لو مدرب بيتفرج على فيديوهاته مهمة جدا 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 في ماتش زي ماتش الأهلي، واستبعده عن ماتش بتروجيت، بس لازم تديله الحافز ان انت انا بقعدك دكة عشان خاطر كذا كذا، سايبك لماتش كذا كذا، او تديله اخر 10 دقايق بدون التحامات. يعني انت اديله 10، هنتكلم في بعدين، بس انا بقول لك يعني ان بنتائج صعب جدا النقل، ان هو يلعب ماتش بتروجيت، لانه هيفيدك جدا في ماتش الاهلي في النقل الهجومي، في لعيب مخه والميتاليتي بتاعته عالية جدا، وهتحتاجه بالروح والعزيمة اللي عنده، اللي شفناه لعب أول ماتش النادي الأهلي 20 دقيقة 25 دقيقة كان روعة جدا. فده اللي أنا شايفه يعني، إن أنت تبقى عندك رؤية للأربع لعيبة دول، إن هما ميلعبوش ماتش بتروجيت عشان ما تخسرهمش في ماتش الأهلي. لازم كابتن ميدو اللي هو طبعا الإداري دلوقتي، أو تدخلاته مع كابتن حسين لبيب وتدخلاته مع الإدارة أو مع المدير الفني، فلازم تتكلم معاه في الأربع لعيبة دول عشان خاطر
ما يبقاش في اصطدام ما بين اللعيب خايف ان هو ياخد انذار، ويقول لك ده ما لعبش ماتش الاهلي زي ناصر ماهر اللي هي الكوره اصلا ولا يعرف ان هو يضرب ولا يعمل اي حاجه وخد فيها طرد، اللي هو اصلا لو كان الفار كان راجع فيها لو كان اتكلم الحكم فيها كان ممكن يلغي الطرد ويدي انذار بس انا شايف ان هو طبعا الحكم غير موفق او الحكم الفار غير موفق. فانا بقول لازم نتكلم مع المدرب ونديله فنت عن الاربع لعيبه دول ان هم ما يبقاش عليهم الضغط الجامد، ان هم ما ياخدوش انذار ما ياخدوش بتاع حتى لو في التحامات او حتى لو ما فيش بدائل. بس انا شايف ان نادي الزمالك عنده بدائل كتيره يعني ان شاء الله. هنبتدي بالخطة. المدرب بيسيريو بيلعب ب4-2-3-1، ودي الخطة الأمثل ليه مع منتخب نيجيريا وأغلب المطوشة. فأنا شايف إن هو بعد رجوع فتوح من الإصابة أو حتى لو لسه مصاب مفيش مشكلة، بس أنا شايف إن فتوح يلعب فتوح وأحمد حسام وصلاح مصدق وعمر جابر. حتى لو عمر جابر مصاب هنديك كل الحلول تانية، بس أنا شايف إن ده التشكيل الأمثل يعني فتوح أحمد حسام صلاح مصدق عمر جابر. أربعة اللي ورا قدامهم الاتنين محمد السيد ومحمد شحاتة زي ما قلت ريح دونج عشان ماتش الأهلي، وقدامهم أحمد جفالي عبد الله السعيد ومحمد عاطف والجزيري. التشكيل كله طبعا فيه تغييرات كتير، أحمد حسام وصلاح مصدق محمد السيد محمد شحاتة كلهم لسه ما فيش غير تلات أربع ماتشات، وفي ناس ما لعبتش قبل كده ما جنب بعض. بس أنت اللعيب أنت نادي كبير لعيبة كبيرة، بالنسبة لي يبقى في تشكيل ماتشين أو النهاردة حتى يبقى في ماتش تشكيلي ما بين اللعيبة ديت وضد اللعيبة التانية بالتحامات قليلة عشان ما يحصلش أي إصابات. فأنا شايف إن ده الأمثل حتى لو عبد الله السعيد لسه مصاب، لاعب أو لسه مصاب وقادر يلعب شوط واحد أو يلعب ال45 دقيقة واحد، نزل 45 دقيقة نزل عبد الله السعيد وطلعه، نزل شيكابالا ال45 دقيقة التانيين. وعندي واقفة قدام شيكابالا اللي الناس كلها بتقول أصل هو اللي مشى جروس وهو اللي مش عارف إيه، ودلوقتي نزل وهو كان ما كانش مصاب وهو هيفضل عمك. كذلك الجزيري لازم برضو تديله حتى 60 دقيقة وتدي ناصر ماهر ال40 دقيقة ناصر منسي متهيألي من اللعيبة اللي ممكن تغيب في ماتش بتروجيت. فأنا بس حتى لو هو اللي أنا قلته يعني عمر جابر حتى لو مصاب رجع محمد شحاتة والعب بمحمد حمدي مكانه. ولو محمد سيد لسه الإصابة من الماتش اللي فات لسه مأثرة عليه هنلعب بمحمد حمدي واسمه ده محمد حمدي ومحمد شحاتة والعب مكان عمر جابر الزناري، مفيش مشكلة يعني. بتروجيتي فرقة تقيلة في الملعب، لما بتسيب لها الكورة بتسيب للفرقة الكورة بتعمل هجمات مرتدة كبيرة جدا، بيجي منها أهداف. اللعيبة عندها بيشوط من بره ال18 من جوه ال18، المهاجم بتاعها بينزل بره المساكين. فأنا لازم ناخد بالنا من النقطة ديت إن هما بيلعبوا على الهجمة المرتدة وعندهم الصلاحية إن أي كرة تتشوط. طبعا أنا كنت قايل معلش هخرج عن بتروجيت فترة. في ال10 ماتشات بتاعت جروس نادي الزمالك كان عندنا 3 تصويبات بس من بره ال18 في 10 ماتشات. فأنا شايف إن دي كانت علامة استفهام كبيرة من جروس أو سبب من الأسباب اللي ممكن نحط واحد واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة إن أنت بتحتفظ بالكورة وفريحة استحواذ وتلعب على الهجمة المرتدة. مش نادي الزمالك زي ما قلت إن هو مش نادي الزمالك إن أنت تلعب، ممكن تلعب كده مع البنك الأهلي مع احترامي الكبير لجميع الفرق، بس أنت فرقة بتنافس ما ينفعش تلعب استحواذ بس، لازم استحواذ وتسيب الكرة للخصم وقت معين عشان تقدر تفضي مساحة زي ما قلت للجزيري أو لناصر منسي أو أيا كان المهاجم إيه يعني. إذا نرجع لبتروجيت عندها المهاجمين وخط النص بتشوط من بره ال18 جامد، فعندهم نقلة كبيرة يعني. المدرب عشان خاطر ننجح في الفترة أو الماتشين الجايين اللي هما هيبقوا نقلة بالنسبة لجماهير نادي الزمالك، اللي هو ماتش بتروجيت وماتش الأهلي، اللي هو المدرب هيبقى فيه سبوت جامد أوي عليه وعلى كابتن ميدو وعلى كل اللي اختاره وعلى مشيان جروس وعلى دوت وعلى دوت وعلى اللعيب ده وعلى اللعيب ده. فأنا شايف إن المدرب يفكر في ماتش الأهلي مين اللي هيلعب معاه ومين اللي عايز يشوفه، مع احترامي لكل اللعيبة طبعا.
مع أريحية اللعيبة اللي واخدة إنذارات، واللعيبة تفكر في الماتش ده. يعني هي تفكر في الماتش ده وما تفكرش في ماتش الأهلي. المدرب بس هو والجهاز الفني اللي يفكر في الماتش الجاي ده يطلع عشان ما خاطر نعرف نلعب الماتش الجاي، إنما اللعيب ما يفكرش، اللعيب يفكر في ال90 دقيقة والتلات نقط اللي حوالينه بس. طبعا في آخر الكلام بتمنى التوفيق لنهائي النهاردة. هنلعب نهائي سوبر الطايرة السيدات، بتمنى التوفيق ليهم في صالة حسن مصطفى الساعة 8 على قناة. طبعا احنا عارفين القناة اللي هيتذاع عليها. كل التوفيق لبنات زمورة، والفوز إن شاء الله والمكسب بعد نفاذ جميع التذاكر لمشجعين نادي الزمالك. هنشوف الوات نايتس النهاردة من صالة حسن مصطفى. كرة سود كرة سود الزمالك في الانتظار. نلقاكم بعد ماتش بتروجيت إن شاء الله بالفوز والمكسب، وإن شاء الله الفوز والمكسب لنهائي سوبر الطايرة النهاردة للسيدات. أتمنى الفوز والفرحة لجماهير نادي الزمالك اللي موجودة في الصالة، وأتمنى للعيبة التوفيق إن شاء الله.